تعالي اقول لك بقى النهارده لو انت عايزه تعملي فخده ضاني او اي نوع من انواع اللحوم، تعالي اقول لك على تتبيله بسيطه وخفيفه وهتبين لك نكهه اللحمه بتاعتك. بس قبل اي حاجه هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بقى كنت جايبه فخده ضاني غسلتها بشويه ميه مش اكتر من كده، وبعد كده رحت متبلاها ببصليه مبشوره، طماطمايه مبشوره، شويه بهارات عباره عن ملح، فلفل، بصل بودر، توم بودر، بابريكا. بس يا جماعه مش اكتر من كده. هتدعكي كل البهارات دي كويس جدا مع بعض وتحطي لها معلقتين من الزبده او السمنه، بجد بتدي نكهه حلوه قوي. هتبداي بقى تفتحي الفخده بتاعتك وتدخلي فيها التتبيله كويس جدا. والسحر بقى في الكيس ده يا جماعه، الكيس ده في اي لحوم كبيره بجد بيبقى اختراع، لازم تستعملوا الكيس الحراري ده. هتبداي تحطي فيه الفخده وبعد كده تدخليها في صينيه فيها ميه الفرن على اعلى درجه حراره. بعد بقى ساعه ونص كده بصي عليها، لو لقيتيها استوت معاكي ابداي افتحي الكيس وشغلي عليها الشوايه واديها وش جميل. وبعد كده حمري شويه مكسرات على شويه رز بسمتي وحطيها في صينيه وغريف الرز وبعد كده الفخده، واعزمي كل حبايبك. كل سنه وانتي طيبه، ويا رب الوصفات تكون بتعجبك، والف هنا وشفا. اشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام عليكم.